معاكم مي محمد من موقع وصفات أكل عربية. الفول بالثوم وزيت الزيتون. كل بيت مصري ما يستغناش أبدا عن طبق الفول اللي بيعتبر من أشهر الأطباق الشعبية المفضلة. علشان كده قلت لازم النهاردة نقدمه لكم من بداية طريقة تدميسه لحد تقديمه، ويا رب يعجبكم. المقادير: هنجيب 3 كوبايات فول جاف، ومعانا ملح حسب الرغبة. أما بالنسبة للتتبيلة هنجيب 4 فصوص توم مفرومة، عصير ليمونتين، نص كوباية زيت زيتون، فلفل أسود مطحون طازة، نص معلقة صغيرة كمون مطحون، نص ربطة بقدونس مفرومة. أول حاجة في طريقة التحضير بننقع الفول في مية طول الليل، وبعد كده ناخده نصفيه تاني يوم. هناخد الفول ونحطه في دماسة وعليه ملح ومية ونغطيه، ونتابعه من وقت للتاني ونزوده لو احتاج مية لحد ما حباية الفول تبقى طرية. التتبيلة هنجيب وعاء متوسط وهنخلط فيه الثوم مع عصير الليمون وزيت الزيتون والفلفل الأسود والكمون، وهنضيف لهم الفول ونقلب كويس قوي. وبعد كده هنقدم الفول في طبق التقديم وعليه البقدونس المفروم، وبالهنا والعافية. كان معاكم مي محمد من موقع وصفات أكل عربية.